السلام عليكم محبي ومتابعي أخيكم وليد عبيد الرشيدي، أهلا بكم. قبيلة الرشايدة قبيلة لا يستهان بها، فهي دائما وأبدا في الصفوف الأولى. قبيلة الرشايدة ورثة الميت. ففي القبائل المضرية كانت السيادة والقوة لقيس، وفي القبائل القيسية كانت الجمجمة غطفان، وفي غطفان كانت جمرة العرب هي عبس، وما زالت هذه الجمرة منصهرة تحت مسمى الرشايدة. فحينما ترى قبيلة الرشايدة تناصر الإمام محمد بن سعود في تأسيس الدولة السعودية الأولى، وتخوض حروب طاحنة ضد الشريف وحلفائه من القبائل مثل تحالف شبابة وغيرها من التحالفات، وفي كل غارة تنتصر عليهم قبيلة الرشايدة، فعليك أن تعي جيدا بأن هذه الجمرة ما زالت منصهرة. وحينما ترى قبيلة الرشايدة تساند آل الصباح وتثبت حكم الصباح في دولة الكويت، وتتسطر مقولة الرشيدي صباحي والصباحي رشيدي، فعليك أن تعلم جيدا بأن هذه الجمرة ما زالت منصهرة. وحينما ترى قبيلة الرشايدة في دولة أريتريا أحد القوميات هناك ويطلق على كل عربي رشيدي، فعليك أن تعي جيدا بأن هذه الجمرة ما زالت منصهرة. وحينما يتكون جيش لقبيلة الرشايدة في دولة السودان يسمى بالأسود الحرة ويساند الدولة، وتعتمد الدولة على قبيلة الرشايدة كأحد الأركان التي تعتمد عليها الدولة في الدفاع عن الأرض والعرض من الميليشيات الممنهجة هناك، فعليك أن تعي جيدا بأن هذه الجمرة ما زالت تعيش. كما ترى قبيلة الرشايدة في فلسطين بمقدار 5000 رجل يدافعون على ديرته أرضه وعرضه مقابل محافظة كاملة تسمى محافظة السعير، فعليك أن تعي جيدا بأن هذه الجمرة ما زالت منصهرة. وحينما ترى قبيلة الرشايدة في جمهورية مصر العربية تعتمد عليهم وزارة الداخلية في تأمين مخارج ومداخل الجنوب وتمشيط الصحراء الغربية، وتعسكر منهم رجال في التسعينيات بما يسمى الدوريات الليلية لمساندة وزارة الداخلية ضد الإرهاب الغاشم، فعليك أن تعي جيدا بأن هذه الجمرة ما زالت منصهرة. قبيلة الرشايدة ورثة الميت، فهي التي يطلق عليها طبع الرشيد اليوفى طاح حرم عليها الخيانة، ويطلق عليهم أيضا هل الخوة، فمنهم حافظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان، ونعم من جميع القبائل. بدعمكم نستمر. وليد عبيد الرشيدي.